السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهارده البشاميل. نعمل ايه؟ نجيب حله زي كده ونحط معلقتين زبده حلوين محترمين يعني كده زي كده، وهنحط 3 معالق دقيق عشان انا هعمل صينيه ايه يعني معقوله. وهنحمرها 3 معالق دقيق هرم زي كده. هي المعلقه مش كبيره قوي، فانا ايه ممكن اخليهم اكتر من 3 اهو كده. نعمل الدقيق لغايه ما يبقى تحس ان ريحته طلعت كده ولون الدقيق اصفر، وهوريكم شكله اول ما يخلص ان شاء الله. اهو يا حبايبي ده منظر الدقيق بعد ما عملناه في الزبده، وهننزل عليه باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي تقلبي فيه لغايه ما هوريكي الشكل بتاعه الكريمي، وهو بقى كده عملنا البشاميل مع بعض. اهو يا حبايبي ده شكله، بصوا ما شاء الله كريمي وجميل ازاي. بس شكل البشاميل بسم الله ما شاء الله. وانا مش عايزاه طبعا يكون تقيل، ليه؟ لما يكون خفيف بيدي يعني خفيه لخلطه المكرونه وبيديها طعم احلى كمان. وهنحط بقى التوابل اللي هي ايه، فص ماجي، ملح، فلفل اسود، بس مفيش حاجه تاني. كده عملنا مع بعض البشاميل، وهوريكم بقى رصه صينيه المكرونه ازاي ان شاء الله. اهو يا حبايبي حطينا الصينيه عشان هنرص مع بعض البشاميل، المكرونه البشاميل. نص معلقه زبده، نص معلقه بس. بصوا انا مولعه البوتاجاز وحتى الصينيه مولعاها ايه ضعيفه قوي، فايه هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. وبعد كده نحط معلقتين بشاميل اهو في قعر الصينيه. وبعد كده المكرونه اللي سلقناها هنحطها في قلب الحله. عارفين ليه؟ عشان هنعمل اللي هوريهولكوا ده. نحط معلقه بشاميل عليها عشان تطعمها، ومعلقه صوص ايه لحمه المفرومه دي اللي احنا معصجينها. طبعا كلنا بنعرف نعصج اللحمه، يعني سهله جدا اهو كده. انت اديتي المكرونه ايه طعمتيها بالبشاميل وطعمتيها بصوص اللحمه، ايه نقلبها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنحط نصها في الصينيه زي كده اهي. وبعد كده نحط اللحمه عليها. طبعا كلنا بنعرف نرص صينيه البشاميل، هي سهله طبعا مفيهاش اي حاجه. هنحط اللحمه اهي كده يا حبايبي، ونوزعها طبعا على الصينيه كلها. هو ربع لحمه بس ما شاء الله، يعني هيعمل صينيه مكرونه، مش هيعمل ان شاء الله. حلوه نعمه الحمد لله اهي كده. والمكرونه بقيتها بسم الله الرحمن الرحيم اهي. انا بحب احط بشاميل كتير عشان تبقى خلطه المكرونه كده ايه، تبقى جوسي كده معاكي وجميله، وفي نفس الوقت ايه تحبي تاكليها اهو. بصوا البشاميل مش وريتهولكم ما شاء الله ما شاء الله خطير اهو. انا عامله كميه كبيره علشان عامله المكرونه، والخلطه هتبقى تحفه طبعا بكميه البشاميل ده. واول ما هتخرج من الفرن هوريها لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي ده شكلها النهائي. بس تعالي اقولك عشان ايه تديكي الوش الاحمر الجميل، هتعملي ايه؟ طماطمايه صغيره هتعصريها تحطي فيها
معلقتين زيت وتحطي فيها حبه فلفل اسمر وترشيها على وشها كده. هتبص تلاقي الشكل بتاعها من فوق خطير واحمر وحمرا وجميله اهو. بس كده وكده خلصنا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.